الغدا ايه النهارده يا اسماء؟ ورقه وقلم، يلا كده على المطبخ. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. لمقدار فرخة، بصلتين كبار، وقرن فلفل حامي، وقرن فلفل بارد، واخد بقى معلقة كبيرة من تتبيلة فراخ شرقي من برافا. حاجة كده تجنن، التتبيلة دي لازم تجربوها تدعولي. هقرب لكم كيس اهو. منين يا اسماء؟ انا جايباه يعني اونلاين لحد البيت من نون، وبرده موجود في امازون، وموجود على فكرة في السوبر ماركت، اي سوبر ماركت هتلاقي فيه. اسمه برافا، بهارات برافا ما شاء الله معروفة يعني. وحاطط رشة قرفة ورشة فلفل اسود، بس كده بس. يعني التتبيلة الخاصة بيا النهاردة اللي هي تتبيلة دجاج شرقي من برافا، خطيرة. الفرخة اللهم بارك 4 إلا ربع، اخدت معلقة كده كبيرة في قلب التتبيلة منها، وحطينا ملح وزيت بس. ودعاكي كله مع بعضه كده. تعالي بقى كده عند الوراك كده، فتحي الجلد واللحم واحشي كده ما بين الجلد واللحم كده عند الوراك. وتحشي بقى القلب كده، ولازم تدعكي قوي من جوه بالبصل والفلفل البارد والحامي. طيب عشان الحجم ما شاء الله كبير، باجي عند الصدر كده، بصوا الشكل ده. انا لازم اعمله كده في البط او الرومي. لما يكون الحجم ما شاء الله تقيل، تعملي الخطوة دي. شقاق الصدر بالشكل ده، وتحشي كده اللحم كده بتاع الصدر، بس تحافظي على الجلد. يعني شايفين انا بعمل ازاي؟ السكينة تكون حامية كده، تبقي مطمنة. يعني الفرخة لو حجمها 10 كيلو هتبقى كده معاكي ما شاء الله مستوية ودايبة. إيه طبعا لازم اسيبهم كده في التتبيلة دي حوالي يعني ساعة على الأقل، ساعة واحدة مش أكتر. عايزة تبيتيها من بالليل هتكون أفضل. بالنسبة بقى يا بنات لبهارات برافا، انا جايبه علبه كده مشكله اكياس، وجايبه برضو منها ازايز فلفل اسود وقرفه، وكمان بابريكا. اخر حاجه بقى اديتها كده ايه الفراخ من فوق رشه قرفه من برافا. عايزه اقول لكم ربع معلقه بمعلقه، يعني من اي بهارات تانية. فخلوا بالكم عشان هي مركزه جدا، حرفيا الربع معلقه منها بمقام معلقه كبيره من اي بهارات. هنا بقى حاطط كده الفراخ في اكياس حراري، وشغلت الفرن بتاعي حمي 10 دقايق. لازم تسخنيه كده الاول 10 دقايق، بعد كده نحط الفراخ. باجي كده ايه على كل كيس كده شقه بسيطه كده بالسكينه من على الصدر كده، وندخلهم بقى الفرن. ما بحطش ميه يا بنات ولا اي حاجه، هما الاكياس كده في قلب الصينيه زي ما هما. طلعوا معايا حرفيا قسما بالله ما عارفه اشيلهم قدامكم. ما كنتش عارفه بصراحه، كان العظم كده سايب، دايبين دوبان. طيب الحجم الكبير ده يا اسماء اخد قد ايه تسويه؟ ساعتين، عشان حجم اللهم بارك كبير. طيب انا كنت النار الاول يعني اول نص ساعه كده حاميه، بعد كده بخليها وسط. بصوا بقى، ده الورك كده يعني الفراخ كلها سايبه ما شاء الله، اللحم دايب، البهارات مخليها عامله قوام كده تقيل تجنن، مكرمل كده تجنن. عملت رز ايه، عملت شعريه بالقرفه، بحمرها عادي في معلقه سمنه بلدي، ورشه قرفه ورشه فلفل اسود، ومكعب ماجي. وبعد كده بسقيها بالميه المغليه او شوربه لماطح عندك. وبعد كده بنزل عليها بشويه بقى مكسرات كده. وبألف هنا وشفا، وجربوا بقى طريقه الفراخ دي هتعجبكم جدا.